في penalties او restrictions based على الرفنس. ودي زي اللي انا قلتها فوق، لو فاكرين انا قلت مثلا ان احنا عندنا اللوس فانكشن بتاعتنا اللي هو ار اس اس مثلا بلس ترم تاني. الترم تاني ده بينكريس مع السادن changes. كل ما الموديل جوه النيبر هود بتاع الانبوت بيتغير كتير، كل ما الفانكشن اللي هي هتبقى هنا اللي هي ممكن مثلا نسميها جي او وات ايفر يعني بتزيد. فدلوقتي انت الموديل بتاعك بيحاول يقلل ده ويقلل ده، فهو بيقلل ده عن طريق ان هو يفت على النقط، وبيقلل ده عن طريق ان هو بيحاول يخلي التشينجز خلال النيبر هود بتاعه الانبوت التشينجز فيه قليله، فده بينفورس ريجولار بيهيفير الى حد ما. وده منه اكزامبلز كتيره يعني. وفي مثلا حاجات تانية في different ideas، في برضو حاجات زي الكيرنل methods. الكيرنل methods دي هي حاجة شبه الكي بس زي altered شوية. يعني بدل ما الكي كان بيعمل ايه، كان بيقول لك انا النقطة بتاعتي هنا، فانا عندي neighborhood مثلا في الحتة دي، على حسب مثلا عايز ابص على كام نقطة حواليا، فكده النقط دي اللي هي اللي هنا دي كده included، فهي 1 يعني داخلة معايا. واي نقط بره، خليني اعملها، كل النقط اللي بره دي كلها بزيرو، يعني هي ملهاش اي انفلونس خالص. الكيرنل ميثود بيقول لك يعني على حسب برضو الكيرنل اللي استخدمه، بس لو هنستخدم مثلا حاجه زي الجاوسيان كيرنل. الجاوسيان اللي هو لو فاكرين قلنا اتكلمنا عن النورمال ديستريبيوشن في الستاتستكس، اللي هو مش عارف ليه رسمتها كده يعني، بس اللي هو يعني خليني اشيل الخط اللي تحت ده، اللي هو البيل كيرف، يعني اللي هو انت عندك في مين وفي ستاندرد ديفيشن بواحد، مين بزيرو، وعندك الشكل البيل كيرف ده. فلما تستخدم جاوسيان كيرنل، فانت عندك البوينتس اللي جنب البوينت اللي جنب الانبوت بوينت بتاعتك هي ليها ويت عالي، ممكن يبقى واحد. يعني مثلا لو عندك بوينت هنا، بوينت هنا هتبقى مثلا بواحد، بوينت هنا هتبقى 0.8، بوينت هنا هتبقى 0.2، بوينت بعيدة خالص ممكن تبقى لسه ليها انفلونس مثلا 0.0001 مثلا، بس لسه ليها انفلونس. فده فكره الكيرنل ميثودز. انت بدل ما يبقى عندك فورست 0 1 في الكي ان انت بتكسباند الموضوع شويه، او بتخليه مور لينينت، ان انت بتخلي البوينتس القريبه ليها ويت اعلى من البوينتس البعيده، فكده انت بتيك انتو كونسيدريشن بوينتس اكتر في الحسبه بتاعتك يعني. بس يعني